لا تتفرد قطر بموقع جغرافي مميز، ولا تعرف قطر بحضارة عريقة، لكن تتميز الإمارة الخليجية بجانب النفط والغاز بخاصية فريدة من نوعها، وهي الانقلابات. لم تشهد قطر طوال تاريخها انتقالاً للسلطة إلا عبر الانقلابات السياسية، وسنتوقف هنا عند أهم انقلاب شكل مستقبل قطر كما نعرفه الآن. في مطار الدوحة يودع الأب الحضور مغادراً في رحلة إلى أوروبا. في مقدمة الحاضرين الابن البار يتمنى لأبيه رحلة موفقة. غادر الأب مديراً ظهره في أمان، لا يعلم ما يحاك له من قبل الحمدين اللذين سرعان ما طعناه من الخلف. ما حدث ليس مشهداً بفيلم سينمائي، ولكنه بداية الانقلاب الذي قام به حمد بن خليفة آل ثان على أبيه الشيخ خليفة بن حمد. الانقلاب الذي ساهم فيه بشكل كبير عراب صفقات الدوحة المشبوهة حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها السابق، ليبدأ الحمدان بن خليفة وبن جاسم فصلاً أسود في تاريخ العالم العربي. تعريف مركب النقص أو عقدة الرجل القصير في علم النفس هو شعور الفرد بوجود عيب فيه يشعره بالضيق والتوتر ونقص في شخصيته مقارنة بالآخرين، ما يدفعه لتعويض هذا النقص بشتى الطرق، ولعل هذا أنسب ما يصف سلوك الحمدين تجاه جيرانهما. جمعت بن جاسم وبن خليفة المصلحة المشتركة. بن جاسم ساعد بن خليفة في الانقلاب على والده وسيطرته على مقاليد الحكم، وفي المقابل بن خليفة ساعد بن جاسم في الحصول على ثروة هائلة، فوفقاً لمجلة فوربس يقدر المعلن من ثروته ب 2.1 مليار دولار على الأقل. كما كان على رأس السياسيين الذين تم الكشف عن شركاتهم المشبوهة ضمن تسريبات بنما، فهناك 8 شركات خارجية مرتبطة بحمد بن جاسم في جزر فيرجن البريطانية وجزر الباهاما. عمل الحمدان بشكل ممنهج على زعزعة استقرار المنطقة، وسعيا سوياً إلى إسقاط الدول العربية يجمعهما كره متأصل للزعامات العربية، وهو ما تأكد في تسريب لمكالمات هاتفية للحمدين مع من تآمروا لاحقاً ضده لإسقاطه معمر القذافي. جميع المعارضة لنا علاقة معها، وثاني احنا اكثر دولة سببت ازعاج للسعودية. يا اخي السعودية وهابية وقطر وهابية، ليش قطر فيها حرية اعلام، فيها المرأة لها حق الانتخاب، النظام يختلف. هو الشيخ عبد الوهاب جدي رقم 16، هذه حتى الصحافة الأمريكية تكلمت عدة مرات عن هذا الموضوع. في العائلة إذا الله أعطانا عمر 12 سنة ما في عائلة. أذكرك هذا الكلام. أنت الحين تعرف أن ما عاد عندهم قرار. في خلاف شديد بين السلطان زي عبد الله بن عبد العزيز. خلاف كبير بكل شيء. كان احنا تلكأنا. شوف اللي مسكين مع السعوديين، الناس اللي ما عندهم كرامة، مصر والأردن وبالذات مصر. والله يا معمر إن هم منتهين ما في قرار. لكن ما في شك إن مصر والسعودية هم اللي حلوا بالخزي على العرب. من دولتين رئيسيين. ولا بد أن يكون عندنا قوة يخافون منها، وإحنا ما نستطيع نعمل قوة يخافون منها. طبعا إذا تغيرت الظروف بعد 9 سنوات إحنا نستطيع نلغي. هذا يرجع لك. قول لي إيش إحنا أسأنا وإيش إحنا أحسننا للأمة العربية في علاقتنا مع أمريكا وإسرائيل. أولا علاقتنا مع إسرائيل ساعات إذا وجدنا الضغط السعودي زاد على الأمريكان هم يخففون الضغط علينا الإسرائيليين بسبب علاقتنا معهم. تنظيم الحمدين استخدم السلاح الأقوى لديه، المال، فالدور القطري في تمويل الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا واليمن لا يخفى على أحد، والقائمة تطول.
فصرح سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي بتغريدة على موقع تويتر بأن الأموال التي أرسلتها قطر للعراق عبر الخطوط الجوية القطرية كانت لدعم المنظمات الإرهابية في العوامية. وكما صرح المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري بالأدلة عن دعم قطر المباشر للإرهاب. وفي مصر عملت الدوحة في الخفاء والعلن على إيواء الإرهابيين وتمويلهم ومنح منبر إعلامي لهم. وتكرر الأمر في البحرين، وكانت قناة الجزيرة كعادتها شاشة الإرهاب. وما زال حمد بن خليفة وحمد بن جاسم في سدة حكم الدوحة ولو من وراء ستار، وما زالت المؤامرات تحاك ولو ضاق الخناق. فهل عزلة قطر ستضع حداً لتنظيم الحمدين؟